السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ عساكم بخير، وياكم عبد الله حجازي فيديو جديد. رمضان كريم وان شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالخير والبركة يا رب. فيديو اليوم طبعا اشتريت سيارة همينة جديدة من المزاد اللي هو IAA، مزاد السيارات المضروبة مال شركات التأمين، ولكن السيارة اشتريتها بمبلغ رخيص، وبنفس الوقت سألت نفسي إذا تذكرون الإكسبلورر البيضة كانت ضربتها خفيفة، وسيارة اليوم همينة اللي اشتريتها ضربتها همينة كلش خفيفة. فأني دائما أسأل نفسي يا ترى ليش يسقطون السيارات على هيك ضربات خفيفة؟ ولكن أنا راح أطلع هسه المزاد، حنروح نطلع هالسيارة من المزاد ونشوف ضربتها سوا ونشوف ايش قد راح تكلفنا تصليح. خليكم وياي فيديو اليوم، ولا تنسون دعم الفيديو باللايك، واللي ما مشترك خليه يشترك بالقدم. خليكم وياي. رحنا طبعا دفعنا فلوس السيارة وطونا الورقة مال تطليعة السيارة، ولكن هذا الفرع صاير بعيد، هذا مثل مخزن هم يستخدموه السيارات، يعني اتوقع السيارات الزايد، او اذا ما عندهم مكان بمكانهم الرئيسي. فانا هسه وصلت هنا، أنا بس منتظر ابو الشفل يطلع على مود اعطيه الورقة ويطلع لي السيارة. وصلت السيارة هياتها موديل 2015 سوبارو. يا اخي والله ما بيها ضربة، يعني الايرباج ليش طاق ما اعرف، الايرباج شنو اللي طقه ما اعرف انا صراحة. ثانك يو سير. بس لا تفلش لي اياها من جوا حباب، لا تفلش لي اياها من جوا. 2015 سوبارو فورستر ماشية 61,000 ميل فقط. هاي ضربتها باحو. الضربة وين بس اريد افتهم، يعني هيك، يعني هاي ضربة يطق عليها ايرباج ما اعرف. بس ان شاء الله الطبلة ما معوجة، يا رب الطبلة ما معوجة، يعني اقول يا رب الطبلة سليمة. شوف التايرات مالتها جديدة جديدة، التاير بعد جديد، والميشلن هذني اغلى نوع تايرات موجود بالسوق، يعني خلينا نقول مو الأغلى، من اغلى انواع التايرات الموجودة بالسوق. هاي الماركة اللي اسمها ميشلن، ما ادري اذا مبينه بالكاميرا لو لا. خلينا نشوف. صار في الايرباج ايش طق، يعني اوكي ليش طق مدافع، شنو اللي طقه قال الايرباج. اوكي طبعا ما عندنا كتر. بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نشوف. يراد لنا شطر، يراد لنا كتر براذر. زين الشغلتين اللي احنا نسينا نجيبهن ويانا، والله خل اوخر البرده واحكي وياك. الشغلتين اللي احنا نسينا نجيبهن، اسال ذاك الزلمه عنده كتر. سيارة نظيفة من الداخل، جديدة بعدها ما ماشية، بس 60,000. يا الله خلينا نفتح البنيد مالتها. نسينا أنا من الحماوة على السيارة كل شيء ما جبت، طلعت قبل رأسا. بس والله نظيفة، يعني شيء على شيء نظيفة. هذا اوكي، هذا هم ينرد للتصليح، بس هذا اتوقع على البارد ينرد. فلتر اي هنا الفلتر. اي ليش البي ام دبليو وين الفلتر مالتها؟ لي جوا. لا هاي القديمة مالتك لي جوا. لا قف اصلا بعد ورحت، اصلا حتى القديمه ما تجي فوق. هاي بعد شكو. بس شلون اقصد تفتح وتطلع الفلتر. هاي السهولة هذا دائما يخرب بيهن الاي سي كومبريسر. هذا عند هذا كتر شاف قلت له جو اوكي تقص لنا المفتاح. ثانك يو مان. هاك شوف كثر ايش كبر. قص اخويا قص. بس هذا الايرباج اني قالقني، والله قالقني بالفعل، قالقني. يعني ليش طق الايرباج؟ ان شاء الله الطبله ما مضروبه، لو ما بيها شيء ما ادري، تبين بالسياقه او متى الرفاجك. بس هاي الضربه انا اعتبرها اصلا ماكو ضربه كلش خفيفه، يعني اذا الواحد بس بدل الايرباج ومثلا ما يريد يصلحها، ما عنده امكانيه يصلحها، يقدر يسوق السياره مثل ما هي. طبعا السياره انا حتى لا اطول عليكم اشتريتها ب 36 ورقه مثل ما تشوفون بالشاشه، $3,600. التصليح مالتها خلينا نروح هسه من ابو البدي نشوف ايش راح يقول لنا عليها، ولكن السعر مالتها المبدئي ممتاز. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. بسم الله ما شاء الله. اشتغلت السيارة ناعمة. طبعا هو ضوء الاعطال هسه ما يبين، لان ضوء الاعطال يبين بس من مثلا يعني من يترست الباتري، من يموت الباتري يترست العقل همينه. هي الله اعلم ايش صار لها واقفه. غيره بعدها جديده. بس والله يعني بس انا اريد تكتبوا لي، هل برايكم هيك ضربه تسقط سياره؟ والله ما ادري. هي يمكن سقطوها لان الايرباج فتح. انا اتوقع لو الايرباج ما فاتح كان ما سقطوها للسياره. شيء كلش يعني ضربتها باتفه من التافهه. وصلت هسه طبعا يم الصباغ، وحيبدي يقيم لنا الاضرار وينطينا سعر. خلينا نشوف يا ترى ايش قدر حيطلب من عندي هالمره.
I know, but I need the best deal today. Bumper, motor cover. Yes. 2 doors, fender. This bumper. This fender needs bond or you think you can just pull it out? اتفقت وياه حياخذ مني 12 ورقه. شلون تنحسب يعني هسه مثلا خلينا نقول الاسعار العاديه هنا عندي بالمكان اللي انا عايش به، اذا يصلحون هذا ويمعجنوا ياخذون عليه 4 اوراق، 3 اوراق ونص، 4 اوراق يعني $400. هو حسب لي القطعه الوحده بورقتي يعني على $200. يعني هاي مثلا حاسبها قطعه صبغ لان دعامه لازم كلها تنصبغ، هاي حاسب لي همين قطعه. فعندنا 1 2 3 4 5 6، فحسب لي يعني هو قال لي هاي القطعه ححاول اصلح لك اياها بدون ما اخذ منك فلوس. يس، قال لي اذا تحتاج بس حسوي لك اياها. قلت له اذا تحتاج انه تنصبغ سوي لي اياها. فعوف يم السياره قال لي تاخذ تقريبا اسبوع، وقال لي انا خابرك من تخلص. فشنو وطيته 6 ورقات $600 مثل ما حسبناها هن 6 قطع على 200 يعني $1200، 12 ورقه. يعتبر سعر ممتاز، وانا متاكد اللي عايشين بامريكا حيأيدوني انه هذا السعر كلش رخيص. خلصنا من الصباغ، طبعا هسه راح اروح للمزاد. المزاد يعني اتمشى له، المسافه كلش قريبه. البارحه شفت تاهو موديل 2015 بالمزاد، حطيت عليها عرض 45 ورقه، يريدوها ب 55 ورقه. مشكلتها الوحيده انه هي ماشيه هوايه، ماشيه 207,000 ميل، ممشى كلش عالي يعني. ولكن تعرفون هذول السيارات يستخدموهم بالسفر، يستخدموهم بالتنقلات. فانا اريد اروح اشوف حاله السياره، هم اريدكم تشوفون حاله السياره وياي حتى اشوف هل السياره هاي تسوى 55 ورقه. طبعا احنا نقول 55 ورقه اللي هي $5500 زائد رسوم المزاد حتصير ب $6000 يعني 60 ورقه. خلينا نروح نشوفها تسوى هاي الفلوس لو لا. خليكم وياي حتى نشوف شنو حاله هاي السياره بالضبط. هاي هي السياره موديل 2015 شوفرليت تاهو. طبعا السياره بما انه ارقامها كاليفورنيا فطبيعي ان تكون جارده، لان كاليفورنيا ولايه الصيف مالتها والشمس كلش قوي، فغالبا السيارات هناك تجرد، هي صار بها جراد يعني هي وولايه اريزونا. بس شيء على شيء البادي مالتها نظيف، يعني انا شفتها بالصور سياره شكلها مقبول. خلينا نشوفها والله. اوكي، من انا هاي طخه عادي تنصبغ اليكس، من انا هذا اللي شفته خطوتين يعني. هاي حتى يجوز ياخذ عليها $150، ما راح ياخذ عليها $200 لان الدعاميه اصلا صغيره. اوكي، بيها شخوط، تشوفون الشخط هذا كله يتكحل. خلينا نشوفه من جوا. بسم الله الرحمن الرحيم. بيها ريحه تقتل. هاي شنو هاي؟ لا شنو هاي؟ شنو هذا؟ شوف الستيرن بالله هذا مو مشكله، يرجع نسويه مرة اللخ. بس هاي اتوقع كان السياره بها حيوانات اليفه. شوفوا حشاكم كلاب او بزازين او شوفوا شنو. لا ما حلوه. شنو هاي؟ هاي همينة من أنا لازم تتصلح أو تتبدل. شوفوا هناك الريحة قاتلة اللي بيها. الريحة قاتلة، الريحة اللي بيها قاتلة كلش ما طيبة. هذا من أنا همينة مشخط، حتى ما راح أشغلها. أنا أصلا مستحيل أشتري سيارة بيها هيك الريحة، لأن سويتها قبل وتندمت. الريحة أبد ما طلعت من السيارة، أبد ما طلعت. داخلها كلش تعبان. أوكي البادي مالتها ماشي حاله، بس الداخل مالتها تعبان كلش هوايه. ما ادري والله. خلينا نسمع بعد، احنا اجينا خلينا نسمع صوت المحرك على الاقل، نشوف شلون صوت المحرك مالتها. بسم الله الرحمن الرحيم. عم تنقص اصعد بيها للسياره اصلا. بسم الله. والله محركها زين صراحة، صوت محركها كلش زين، خصوصا هي هسه باردة. يعني لو اكو صوت لفتر، لو اكو صوت شي، لو بيها مثلا زنجيل مو زين، طبعا يخرب بهن الزنجيل هواي هن هذني، او بيهم مشكلة كان طلع الصوت. بس صراحة صوت المحرك ممتاز حتى وهي باردة. ما ادري، هي انا اشوف حقاتها للسيارة 45 ورقة، حتى ما طلع دخان ما طلع شي. انا اشوف حقاتها 45 ورقة يعني $4500. بلكي تقدر اطب احكي وياهم هسه. بس يا مرت يا اخي السيارة قذرة يعني، ريحتها ما طيبة. شوف والله من أنا هذا خوب، هذا اللي ينصبغ الكاربت ما يطلع. شوفوا مثلا عندكم هاي الشغلات، هاي كلها تكلف يعني، تكلف.
تزيد الحزام منك، بالحزام شلون معضعض منك. لا والله بس يا اخي صوت محركها زبد صوت محركها زبد. والله ما ادري، لا راح اعوفها الاسبوع الجاي ازايد عليه. شوفوا من هناك همينه مشققه كلش وسخه السياره، يعني حالتها من الداخل تعبانه ما تفيد، مع انه صوت محركها رهيب. خلينا نشوف الاسبوع الجاي، عوفه حجرب الاسبوع الجاي زايد عليها. اكو سيارات بالمزاد من ما تنباع الاسبوع الجاي، حتى اذا اندفع لهم بها اقل من اللي اندفع بهذا الاسبوع يبيعوها. وانا صراحه ما اعرف شنو السبب بهذا الموضوع. يعني دائما البنوك والشركات تشوف هاي السياره هاي مال بنك، هاي واحد ماخذ عليها قرض من ما قادر يسدد الاقساط مالتها ساحبين من السياره. بس صراحه سياره معفنه، يعني اذا اخذها لازم حتى همزين، يعني حتى ال 45 ورقه هوايه عليها. الاسبوع الجاي حوصلها 35 ورقه وعوف، نشوف ايش قد توصل. عاد يبيعوها ما يبيعوها ما ادري. خلينا نشوف شكو بعد بالمزاد، ما انه هيك هنا. يعني تذكرت طبعا هسه هم اكو سورنتو موديل 2012 هذيك هي، هم كنت حاط عليها عرض اني 21 ورقه، بس هم يريدوها ب 31. خليني اروح اجربها اشوف شنو صوت المحرك. يعني صراحه ذني المحركات يخوفن مالتهن الكيات، خصوصا الستة سلندر. بس هو الثلاثة ونص اللي هو ال 3.5 قوي. المشاكل كلها بال 3.3 اللي هو 3300 سي سي. شوفوا هاي الهوندا السيفيك كلش حلوه ما شاء الله. هاي تايب اس، العفوا تايب ار، هاي اظن تايب ار هاي. اي هاي التايب ار كلش حلو، يعني شكلها انه سيارة يابانية رياضية. هذني طبعا هذني اروع ما انتجت صناعة السيارات، الاودي الاي 8. عفك من الاي 6 والاي 5 ولا الاي 8. هاي الجيب شنو وضعها؟ خلينا نروح نشوف خبزتنا. نعوفنا من الجسمة من المغريات، نروح نشوف خبزتنا. اتوقع هي هاي السيارة، ماكو ما شفت سورنتو ثانية يعني موجودة. اوكي 2012 هي هاي 2012 سورنتو. خلينا نشوف هنا ايش عندنا. همين 2012 مشخطه من هنا، تشوفون الشخوط ما ادري اذا تبين بالكاميرا، بس تروح كلها بالبولش عادي. اور ويل درايف حلو، اور ويل درايف حلو، يعني دفع رباعي. والله البدي مالتها نظيف. خلينا نشغل المحرك مالتها، اذا صوتها ناعم اطب اقول لهم 25 ورقه، غير 25 ورقه ما حتشوفون. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. ما شاء الله ساعة المحرك مالتها بها ضومة تشيك انجن، بس عادي يعني شنو نريد يطلع ما دام ما بها مسفاير، ما دام المحرك ما دا يخربط، يعني امورها تمام. هلا خابره ابو المبيعات اسمه جيرمي. Hey brother. Hey boss, how are you doing? I'm good. How are you? Good. I missed a call from you. You still had an offer on a Kia Sorento? Oh yeah, I drove with Jeremy. Jeremy, do you think they're flexible or 31 is what they want? They're probably flexible, but they're not going to take the original offer. You got to come a little bit closer. I was at 2100. 22. 22. I'm all in at 25. Do you think you can make it happen? I don't know. I'll have to ask them. Okay. Okay, sounds good. Let me know, boss. Okay. Thank you. ثانك يو. طلعت قلت له 25 ورقه، وخلينا نشوف 25 ورقه يعني وين رسوم المزاد تصير 28 مقبوله. تشيك انجن اكيد شيء بسيط، اكيد شيء بسيط، يعني ما دام السياره ما بها خربطه ما بها شيء. الدنيا حاره كلش، يعني الصبح كانت بارده لبست جاكيت وطلعت، هسه لازم اروح ابدل. حاره كلش بدأت اتحمل الحر. هي كرايستر قاعد تدوس بيها هيجي ما شنو. خل اشوفكم هسه تاج راس السيارات الرياضيه، البورشه 911 التوربو. مو اي 911، لازم توربو او توربو اس. هاي اني من وجهه نظري اعتبرها هي تاج راس السيارات الرياضيه كلها. سريعه مالتها، الثبات والاستابيليتي رهيب، السرعه مالتها والانطلاقه رهيبه، ودائما تجي دفع رباعي، وزنها خفيف، شكلها شيء مو طبيعي يعني. يعني حتى التصميم مالتها، شوفوا الويل الامامي، هذا الويل الامامي هياته، شوفوا الويل الخلفي شلون طالع هيك وايد بادي، كلهن يجن هيك. يعني السياره بيها ثبات مخيف.
هاي اقدم لكم تاج راس كل يا يعني حتى احسن من اللامبورجيني. يعني عندي هاي السياره 911 طبعا مو هاي بس انه ال 911 تربو بشكل عام. يعني خبرني طبعا هسه الشخص اللي بالاوكشن قالوا لي باعوا لك السياره 2500 والرسوم صارت 2885 يعني بحدود ال 29 ورقه. هسه خلينا ناخذها، هسه خلينا نطلعها من الاوكشن. انا بعدني هنا قريبه من الاوكشن فحناخذها نشوف شنو تشيك انجن لايت وناخذ هاي الاكسنت نشوف شنو هذا الصوت، نروح على ابو احمد الفيتر حتى يعطينا تشخيص للسيارتين. خليكم يا اخي نشوف والله شنو يا ترى تشيك انجن اللي بالسياره، لان هو ممنوع اصلا الواحد يدخل ويا جهاز مال فحص بهذا المزاد. عندنا حمزه هنا مشتري سياره. وين حمزه؟ اشترى سياره من المزاد طبعا. انا رحت طلعت لها بس ما صورت لها السياره، جت طبقتها هنا لان هنا الطبقه ببلاش ما ياخذون فلوس عليها. فالسياره هاي شوفوا مشتريها اخذناها بايش صارت؟ ب $500 5 ورقات. ب5 ورقات صارت. زين افتح البنيت خلينا نشيك. انا طبعا انا اسف انه شغلتها وجبتها هنا بلا ما تشيك دهن بلا ما تشيك اي شيء. لا برافو. زين سياره مستر حمزه. هو انا ليش اقول له الحمزه العباسي؟ لان هو من سامره وكل ما احكي اقول لي ال فعودني ما صح لحمزه، الحمزه العباسي. تدري واحد بالتعليقات كتب هذا يمكن من البو عباس. هو عجل منين؟ عجل منين يا ولي ابوي؟ لازم انا ما ادري شغل على قولتك. شغل خلينا نشوف ان شاء الله ما نحتاج شطر. من هو؟ لا السويتش يمك شغل بوش. ما شاء الله محركها ناعم. تدري انا من شغلتها محركها طاب بس ما رحت اقول لك والله. لا بالقرآن شنو طاب طاب صوته كان كلش عالي والله بس ما رحت اقول لك. لذلك قلت لك انت شغله برادر ما لي علاقه. هو الصراحه اي ناعم هسه بس اذا تبدل له دهن حينعم بعد اكثر. من دا تدوس كلش دا يصير ونه. شنو السبب ما اعرف. انا اقول ناخذها وين؟ على ابو احمد ناخذها نشوف شنو رايه الفني بهاي السياره. اي مو قلت لك بها كاميرا وبها بلوتوث. طلعت فلوسك حجي. طلعنا الفلوس. اوكي خلينا ناخذها هسه نروح على ابو احمد. والله العظيم على $500 او مثل ما نقول 5 ورقات. السياره ممتازه، كل مشكلتها من تدوسون على الكلتش يصير بها صوت ونه. ما ادري اذا مبين بالكاميرا صوت الونه. السياره ماشيه 132,000 ميل بس هاي شوفوا حتى الجير هاي في الستيرن ما شاء الله لا بيرجع لا تشمر لا يمنى لا يسرى. على $500 انا اشوفها ممتازه. حتى اذا تريد تصلح الكلتش ايش قد تريد تصرف عليه يعني بعد $500 ممتازه. وصلنا هسه يم عم ابو احمد. شلونك حجي؟ حياك الله. شو اخبارك؟ الحمد لله. عندنا هاي السياره من تدوس كلتش تون. فاريدك انت يعني هيك اذا صعدت بها حطيت رجلك على الكلتش حتسمع صوت المفتاح وين؟ بيه. شوف شنو التشخيص. بالبرد كلتش رادك تاخذ هي ما يحتاج. على السريع هذا التشخيص ابو ال5 ثواني. ما يحتاج كلتش وعلمك شغله. اي بس بدون ما يفلت بدون ما اي شيء. لا بدون شيء. السياره من تجي عليها اي اي سياره كلتش اي من تدوسها وتحسها بالبدايه كلش قوي ويظل القوه مالته لي ما يطخ جوا معناتها الديسك خلصان والمشط مال عينه صاعد لي فوق فما بقوه. الكلتش الصحيح اول ما تدوسه بقوه يوصل للنص بعدين يهبط هيك تحسه صار بيه خفيه معناتها العينه قلبت وصار عزل معناتها شغال الكلتش 100%. عندنا هاي السياره الكيس سورنتو. اول شيء بدك تسمع لي صوت المحرك مالتها ناعم لو بي اعراض مال تايم تشين. نعم. هذا فحصناها بالجهاز طلع عندنا كود مال انتيك رنر مانيفولد فيجوز هذا هو. لا شنو هذا؟ لا مو هذا. يمكن هذا الماطور اللي يشغل البوابات مال الانتك مو ذني؟ اي مو في بوابات؟ اي ماطور اللي يشغلهم. زين هي ماشيه 150 احتمال البوابات نفسها مكسره؟ لان هذا بالاودي كله يتكسر البوابات الداخليه. فاني ما اعرف بعد الكيا شو النظام.
هاي شنو هذا الجلوب؟ والله ما ادري هذا شو والله شنو هذا؟ هاي شنو هاي؟ هاي ايش حاطين لك؟ اي والله قلوب مكسور هاي جلوب. قال لك خلص هذا 3500 محركه اي احسن بهوايه من ال 3300. اذا يتحرك هذا جي دي اي هذا؟ لا مو جي دي اي؟ مو جي نازل عادي احسن محركات الجي دي اي صراحه كلها مشاكل. هذا اقوى من الجي دي اي اي مع انه ماشيه 150 اسمع صوت المحرك. زين عندك من هو هذا الماطور مال الانتيك؟ ها شنو هاي الحلوه اللي معلقها على الجق؟ هذه كامارو كامارو زي 28. زي 28 اي 87. شنو مشكلتها؟ هاي صاحبها اشتراها ويريد يكشخ بيها الصيفيه. اوكي فتد ها شنو هاي؟ اوكي اسوي له اعاده كامله للعقول وكل شيء. اعاده كامله تاهيل. يعني هاي السياره حتمزمز بيها انت. اذا طلعها في شيء من الشركه فالوايراتها كلها محرقه ومشطله كلها دا اسويها من جده وجديد تاهيل. شوف هسه البارحه بديت منك العقل كملت شغل وجاي ابند بالوايرات طالع لي برا. اضافه الى انه هو يريد يلغي الانجكشن. هو يريد يحط كابريتر ومانيفولد من هاي الرايسنج مال السباق. هاي دا اقول له يا بعوفه والله شغل لك اياها على هالوضعيه. ما قبل ما قبل قال لي هاي يعني بدني بيه مشاكل هواي. شوف النازلات كلها رستي اي كلها مزنجره. اي فيريد يسويها سياره مال سباق يحط لها كابريتر ويسوالف. طبعا سعره كلش غالي ب 191 دولار هذا الماطور. هذا على كاونت مالتي وهذا ويا الديسكاونت يعني ديسكاونت مال محل. بزنس مالي. هاي هو الكاستمر هسه تروح تشتري انت ب 300. صح. زين ايش قد يكلفني تركيبه؟ تركيبه ياخذ له ساعه اوكي يعني ايش قد؟ 150. طبعا ما شاء الله السيارة كلش مشيتها ناعمة، لا بيها رجة لا بيها صوت يعني حتى الستيرن مالتها يعني لا بيها شمرة لا يمنى لا يسرى. ألف الحمد لله والشكر السيارة كلش ناعمة. طبعا أنا ردت أسويها اليوم بس بصراحة تعبت من الصبح طالع مثل ما شفتوا بالفيديو. ما أدري أنا ما صورت يعني كل الأحداث بس هسه تقريبا صارت بالخمسة. طبعا لهنا وصلنا نهاية الفيديو. الحمد لله والشكر السورنتو سياقتها ممتازة لا تسحب لا يمنى ولا يسرى ولا بيها مشاكل غير مشكلة التشيك انجن اللي شفناها اللي هو مجرد ماطور مال انتيك بس مبدله يروح هذا التشيك انجن. طبعا اذا عجبكم فيديو اليوم لا تنسون تدعمونا بلايك واشتركوا بالقناة على مود يوصلكم كل جديد. تحياتي لكم.